بس اللي يمكن ما كناش متوقعينه ان وسط كل الخراب ده في كائنات خضراء طلعت من قلب الرماد، نباتات قويه عنيده وشبه ابديه، نباتات كانت بتزدهر. والله وسط الدوشه دي كلها في نوع نبات معين قال لك الفرصه فرصتي واللي يعيش ياما يشوف. وخلونا نتفق على مصطلحات لازم نفهمها. النباتات عاديه البذور الجيمنوسبيرمز دي نباتات بتنتج بذور من غير ما تغلفها في ثمر، يعني البذره كده طالعه على المكشوف. الغابات الصنوبريه الكونيفر فورستس، الغابات دي مكونه من نباتات زي الصنوبر والثرو، واوراقهم شبه الابر وخضرتهم بتفضل طول السنه. اللي حصل بالظبط في الفتره الجوراسيه انه بعد ما النشاط البركاني خلى التربه اغنى بالمعادن، وبعد ما المناخ بقى دافي ورطب في مناطق كتير، نباتات الجيمنوسبيرمز قررت تحتل الارض حرفيا. في سلاله منهم الصنوبريات سيطروا على الساحه، كانوا منتشرين في اسيا وافريقيا وامريكا الشماليه وحتى القاره القطبيه الجنوبيه. القطب الجنوبي زمان ما كانش متلج قوي كده، كان فيه غابات. طب ليه بالذات النباتات دي هي اللي سيطرت؟ لانها ما كانتش محتاجه حيوانات علشان تنقل اللقاح، الرياح كانت كفايه، وبذورها كانت بتقدر تعيش في ظروف قاسيه، واوراقها الضيقه بتقلل فقدان الميه. يعني كانها نباتات نازله امتحان ثانويه عامه، مركزه مش مشتته ومقفله كل الشباتر اللي تضيع منها 1%.